اهلا بيكم واولى حلقات بودكاست كله في الرصيد. كله في الرصيد عشان الخير يزيد. خدوا بال حضراتكم، الرصيد الرزق رصيد، والصحة رصيد، وعمل الخير كمان رصيد. وهنا لما بنتكلم علشان نعرف نوجه كل حاجة صح واحنا بنفكر نعمل الخير، علشان خاطر بالفعل الرصيد يزيد. الرصيد يزيد عند ربنا، والرصيد يزيد في حياتنا، والرصيد يزيد في كل حاجة حلوة بنعملها في مجتمعنا. ده بيتم بشكل تلقائي من خلال حياتنا، لكن كمان اتقنن بشكل كبير جدا من خلال المجتمع المدني والمجتمع الأهلي اللي بقيله دور كبير جدا في التنمية وفي العطاء وفي كل حاجة حلوة. خلوني في البداية أرحب بزميلتي العزيزة بسنت عثمان. مساء الخير يا بسنت. مساء الخير يا حسام، ويعني مساء الخير على كل الناس الحلوة اللي بتشوفنا في أولى حلقاتنا من بودكاست كله في الرصيد عشان الخير يزيد. أنا بداية معجبة جدا 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 باسم البودكاست بتاعنا، إن كله في الرصيد. محتاجين فعلا يا حسام الخير يزيد، ومحتاجين الخير نبقى عارفينه بيروح فين وجاي منين، علشان الخير فعلا فعلا احنا عايشين ببركة الحاجات الحلوة اللي احنا بنعملها. خليني اقول لك يا بسنت، الخير موجود في المصريين بكل الاحوال وعلى كل المستويات. عايز اقول لحضراتكم، لو واحد قابلته مشكله في الشارع، الناس ما بتفكرش المشكله كان شكلها ايه، هي بتفكر تساعد ازاي. كل حد بيفكر يحط الحاجه في مكانها الصح. خدوا بال حضراتكم، حتى في بيوتنا وفي معاملاتنا اليوميه. يعني كده بسنت، انت فاكره الطبق اللي كان بيطلع من بيتنا فيه حاجه حلوه لبيت الجيران؟ طبعا ده كان اسمه الطبق الدوار يا حسام، وكان بيلف تلاقيه على اخر شهر رمضان كده، وبالذات في شهر رمضان طبعا كان الطبق دوت يبتدي باول شقه وينتهي في الاخر ما نبقاش عارفين راح فين. ودوت بيدل ان الخير فينا بالفطره، مش بنصطنعه ولا بنتعلمه، ده احنا كده بنتولد بيه، وبالذات المصريين. خدي بالك كمان لما بنلاقي مشكله ولا محنه، حاله وفاه ولا فرح ولا ازمه ولا حد تعبان، كلنا بنتسابق علشان يا نلم فلوس، يا نروح نزور مريض، يا نساعد الست اللي محتاجه علشان تجوز ابنها ولا تجوز بنتها، وعلشان كله يفرح. خدوا بال حضراتكم، ده الخير الحقيقي اللي بيه الرصيد بيزيد في حياتنا يا بسام. ده حقيقي، وده اللي بيدل برضه، هرجع واقول لك تاني، ان الشعب المصري من اهم صفاته اللي هو التكامليه، ان احنا بنكمل بعض، بنساعد بعض، بنعمل خير بالفطره من غير ما نتوجه. وده اللي يخلينا نرجع نقول طب احنا بقى، تخيل بقى يا حسام لو توجه الخير في الطريق التمام او الطريق الممنهج، ازاي ممكن نكون احنا في حته تانيه خالص. انت عارفه عظمه المصريين دي ممكن تجسدها حاجه مهمه جدا في التكافل. مائده رمضان، انت ما تعرفيش مين اللي قاعد في مائده رمضان، اللي عاملها مسلم ولا مسيحي. مفيش حاجه بده اسمها اللي عاملها مصري. وهي دي النقطه المهمه، اللي بياكل على مائده الرحمن ده هو مسلم ولا مسيحي؟ ما عندناش الكلام ده. هو ده بالفعل عظمه المصريين. خدي بالك، ده اللي مجنن العالم كله، ان المصريين كلهم ايد واحده، تكافل، موده، محبه، رحمه. ودي اللي قالته الاديان السماويه، سواء الاسلام او المسيحيه او حتى اليهوديه. حقيقي يا حسام، فعلا انت ناولت النقطة واحدة او نقطة مهمة جدا، ان احنا فعلا دايبين في بعض، ما عندناش خير موجه للمسلمين او المسيحيين، رغم ان في جمعيات مسيحية وفي جمعيات اسلامية، ولكن في النهاية ان في عملية يعني جبر الخاطر وتكاملية ما بين المسلمين والمسيحيين. احنا البلد الوحيدة اللي ما تقدرش تفرق ما بين مسلم ومين مسيحي، مين بيدي ومين بياخد. وده يخلينا نرجع ونقول او نوجه او نحب نعرف الناس المجتمع المدني، اللي هو كل الحاجات الحلوة اللي احنا بنقول عليها دي بتندرج تحت مسمى المجتمع المدني. قد يكون الاسم تقيل شوية، وقد يكون بتتدرج على اللسان الاسم، بس احنا محتاجين بقى نعرفه ونقول للناس ونقول لكل اللي بيشوفنا ان المجتمع المدني والتكامليه وحب الخير والرصيد اللي عايزينه يزيد دوت مش وليد النهارده، ده من زمان قوي. يمكن عايزاك تقول لي اول جمعيه كده اللي كانت هدفها المساعده وحب الخير كانت امتى يا حسام؟ لا، وانا عايز اقول لك كمان قبل ما نقول كانت امتى الجمعيه، هو ايه المجتمع المدني او المجتمع الاهلي طبقا للتعريف الجديد؟ هو حقيقي. كل التجمعات وكل النقابات مجتمع مدني، الاتحادات مجتمع مدني، الجمعيات الاهليه مجتمع مدني، وكل ده بيقوم على هدف فكره التنميه وفكره خدمه المجتمع. وعايز اقول لك على حاجه، كل الصروح اللي احنا شايفينها موجوده النهارده هي صروح اصلا قامت بايدين المجتمع المدني. الجمعيات الثقافيه بايدين المجتمع المدني، الجمعيات العماليه، المستشفيات، النقابات، كل الكلام ده قام بايدين المجتمع المدني. عايز اقول لك لما سالتيني على تاريخ المجتمع المدني، خلونا نقول ان احنا هنرجع بالتاريخ للقرن ال19. اول جمعيه
الأهلية تأسست في أوراق الدولة المصرية كانت سنة 1821، ودي كانت الجمعية اليونانية بالإسكندرية. عايز أقول لكم ظهر بعد هذا التاريخ جمعيات كتيرة جدا، بس كانت جمعيات متخصصة، زي منهم جمعية مصر للثقافة اللي كانت 1859، وجمعية المعارف اللي كانت 1868، وكمان الجمعية الجغرافية اللي كانت 1875. شايفة التاريخ راجع لفين يا ده التاريخ راجع لحتة بعيدة جدا، ده أكتر من قرنين. بس أنا استوقفني حاجة يا حسام من عناوين الجمعيات، إنها جمعيات متخصصة. يعني الجمعية الجغرافية، الجمعية اليونانية، الجمعية كمان في الجمعيات اليهودية، وده اللي بيدل إن كل طائفة كانت بتعمل جمعية عشان تخدم مصالح أبنائها. فدي شيء مهم جدا، لان دايما عندي مقوله ما اعرفش متفرده بيها، بس دايما بقول ان التخصص بيعمل ابداع. طب خليني هنا في التخصص بيعمل ابداع. انت عارفه انه في اول جمعيه اسلاميه وجمعيه مسيحيه في مصر؟ انا عارف ان انت عارف، يعني عندك خلفيه حلوه جدا في الموضوع ده. طبعا في الجمعيه كانت الجمعيه الخيريه الاسلاميه، وفي كمان الجمعيه المسيحيه الخيريه، يعني يمكن مش متذكره بالظبط، كانت سنه 1878، يعني ده من زمان، يعني من وقت طويل جدا. بس ارجع واقول اهم من التواريخ الجمعيات ديت واكتر من انها هي فات عليها اكتر من قرنين من الزمان، ده اللي بيدل ان كل فئه كان ليها جمعيه بتخدم مصالحها، كان ليها يعني بتشوف احتياجات ابنائها، وده حاجه عظيمه جدا يا حسام. خليني اقول لك على فكره ان كل جمعيه كانت بتشتغل على دعم الفئات المهمشه والفئات الفقيره. شفنا الجمعيات الخدميه اللي كانت جمعيات بتشتغل في رعايه المراه ورعايه الطفل ورعايه الفقراء. شفنا الجمعيات الدينيه زي ما انت ذكرت، الجمعيه الخيريه الاسلاميه 1878، وجمعيه المساعي القبطيه 1881. مش كده وبس، احنا شفنا التكافل اللي كان حاصل اللي حرصت عليه الاديان السماويه اترجم بشكل حقيقي. الاسلام كنا شايفين فكره الزكاه. وعايز اقول لك كمان في المسيحية المحبة لا تسقط أبدا، وده أمر مهم جدا. طب وفي اليهودية؟ في اليهودية كان عندنا التصديقية اللي هو عمل الخير والمحبة لا ينقطع حقيقي. يعني احنا لو رجعنا بذاكرتنا لورا شوية وجينا ربطنا ما يحدث في المجتمع المدني وما يحدث من خير في المجتمع المدني المصري، لأن احنا شابوه للمجتمع المدني المصري، لأن أنا شفت بعيني جمعيات أهلية شايلة قرى كاملة يا حسام في مساعدة الغير وفي سد احتياجات المواطن. فعايزه اقول ان احنا كمان مع الجمعيات المتخصصه قادر ان انت تعرف المشاكل الفئويه، وقادر تعرف ايه هم الوجع اللي بيحسوا بيه. خليني اقول لك في نقطه مهمه جدا واحنا بنتكلم النهارده عشان الناس تبقى عارفه تاريخ المجتمع المدني او المجتمع الاهلي. المجتمع المدني والاهلي الخيري او الاسلامي او المسيحي او المجتمع المدني بشكل عام، المدارس اللي تأسست، المستشفيات اللي موجودة، عايز أقول لكم دور الرعاية، دور رعاية الأيتام، خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، الجمعيات الخاصة بالمرأة، حتى الجمعيات الحقوقية اللي بتتكلم عن حقوق الإنسان وحقوق الحيوان. كمان عندنا جمعيات بتتكلم عن حقوق الفئات المهمشة في الواقع العملي للمجتمع المصري. وعندنا جمعيات زراعية، وعندنا جمعيات جغرافية، وعندنا جمعيات رعاية الحيوان، وعندنا جمعيات بيطرية. كل هذه الجمعيات لكل صنوف المجتمع. مش كده وبس، عايز اقول لكم لو احنا فكرنا في العصر الحديث وفي القرن العشرين، شفنا رائد الاقتصاد المصري طلعت حرب طبعا لما اشتغل في فكره خدمه المجتمع المدني في التعليم والاقتصاد. ولو احنا شايفين النهارده المجتمع المدني قايم من خلال جمعيات رجال اعمال ومثقفين ورجال دين. عندنا الجمعيات الثقافيه، الجمعيات الادبيه اللي بتتكلم، وجمعيات حفظ التراث. يعني المجمل ان اللي احنا بنقوله ده ان المجتمع المدني مش لقيط ومش وليد اللحظه. المجتمع المدني ليه حسام تاريخ طويل جدا مشرف، وليه يعني مقاومات مهمه جدا، والمجتمع محتاجه والمواطن محتاجه. محتاجين بقى ان اكتر من ان احنا نقول تاريخ المجتمع المدني، لما بتعرفوا الحاجات ديت بتقدروا توجهوا الخير في المسار الامن بتاعه، ونقدر نعمل بيئه حاضنه كويسه وحقيقيه وصادقه للمواطن عشان يقدر يستثمر في الخير. انت تعرفي يا بسنت، المجتمع المدني مش شيء جانبي في الحياه المصريه، ده جزء من هويه المصريين. حقيقي. ده حقيقي. عايز اقول لك حتى لو نرجع تاني بالذاكره ونشوف دستور 1923، عايز اقول لك هذا الدستور فتح الباب امام حق المواطن المصري وحق المواطنين المصريين في تاسيس الجمعيات وتكوين جمعيات بتشتغل على كل المستويات. كان بدايتهم الحركه النسويه والاتحاد
الاتحاد النسائي المصري اللي كان سنه 1923. طبعا ده يعني كانت يعني الجمعيات النسويه اللي ساعدت وخدمت القضايا النسويه كانت مهمه جدا في الفتره دي يا حسام، وكان ليها دور مؤثر وكان ليها دور بارز سواء في الحياه الاجتماعيه او كمان كان في الحياه السياسيه. انت تعرفي ان من سنه 1924 كان عندنا 159 جمعيه، وبعد دستور 23 وحق المصريين في تكوين الجمعيات من 1925 ل 1944 بقى عندنا 633 جمعيه. وده يقول لك قد ايه كان ايمان المصريين بتنظيم العمل الاهلي او العمل المدني علشان اللي احنا بنتكلم فيه النهارده. كانت الجمعيات قد ايه؟ احنا عايزين نقول دلوقتي وصلت الجمعيات لاكثر من 56,000 مؤسسة مجتمع مدني كلها المفروض بتخدم المواطن المصري. وده طبعا يا حسام رقم يستوقفنا، لأن 56,000 مؤسسة مجتمع مدني موجودين دلوقتي، ده معناه أن المجتمع المدني قادر يرفع العوز عن المواطن المصري. خليني أقول لك كمان يا بسنت في نقطة مهمة، المجتمع المدني مش كده وبس، المجتمع المدني بتحكمه قوانين وبتحكمه لوائح تنفيذيه علشان خاطر ننظم حركه المجتمع المدني في مصر، لانه ما ينفعش طبعا انه اي حد يكون خارج عن القانون ويطلع يعمل جمعيه مجتمع مدني او مؤسسه اهليه. لا، ده في قوانين حكمت المجتمع، مش عايزين نقول حكمت، قوانين نظمت العمل الاهلي في مصر من اول دستور 23 لغايه القانون الحالي اللي احنا شغالين فيه، قانون 149 لسنه 2019. وعايز اقول لكم هذا القانون فتح حرية تكوين الجمعيات الأهلية بشكل كبير جدا. القانون اللي كان موجود في الستينات رغم أنه كان بينظم العمل الأهلي لكن كان مقيد لحركة الجمعيات الأهلية. حتى القانون اللي كان موجود في الألفية، القانون الحالي اللي احنا موجودين فيه يأكد لك إيمان الدولة المصرية وإيمان السيد الرئيس وكل مؤسسات الدولة بأهمية ودور المجتمع المدني. وزي ما جيت قلت لك يا بسنت، إيمان القيادة السياسية أن شفنا 2022 عام المجتمع المدني. عارف يعني إيه يبقى فيه عام للمجتمع المدني؟ وهذا العام اللي انطلق منه حاجات كتيره جدا في الجمعيات الاهليه، وكان قبلها مبادره حياه كريمه، وشفنا في السنه دي التحالف الوطني العام الاهلي التنموي. ده يقول لك انه كمان في تطور حقيقي للحركه الخاصه بالمجتمع المدني في مصر. تطور حقيقي وكمان ايمان من القياده السياسيه حسام، وده مهم جدا لان المجتمع المدني مر بمرحله تهميش كبيره جدا واتسم بسمعه كده لا تليق بيه. وانا بجد بقول ومن كل قلبي ان احنا في فتره خصبه جدا جدا لعوده المجتمع المدني لدوره الحقيقي والمساهمه الحقيقيه في جمع لم الشمل، لان حقيقي بجد احنا عندنا جمعيات اهليه بتقوم بدور مهم جدا جدا جدا. وعندنا اكتر من ده ايمان للقياده السياسيه ان يتحط المجتمع المدني على خارطه الطريق ويبقى فعلا يعني في دعم كبير جدا جدا من القياده السياسيه. عارفه كمان الاهم في المجتمع المدني عمل حاجه مهمه جدا في المصريين، شجع على فكره ثقافه التطوع. اصلا احنا عندنا يوم عالمي للتطوع، لكن كمان فكره ثقافه التطوع جوه الجمعيات الاهليه وجوه المؤسسات الاهليه، ولازم نبقى عارفين، وده اكيد هيبقى معانا في حلقات جايه في بودكاست كله في الرصيد، انه في فرق بين الجمعيه الاهليه وفي فرق بين المؤسسه الاهليه، واكيد ده هنتعرف عليه في الحلقات اللي جايه. لكن عايز اقول لكم انه فكره التطوع خلقت امر كبير جدا 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 في فكره التكافل. الشباب جوه الجامعه بقت متطوعه، الشباب في المدارس، في الاتحادات الطلابيه، في مراكز الشباب. ده شجع كتير جدا من المصريين ان هم يوجهوا، حتى لو احنا بنتكلم على ثقافه الخير، ما التطوع ثقافه، والساعات اللي انا بطلعها من يومي او من تطوعي دي ثقافه بتروح في الخير. فده امر مهم جدا شجعت عليه الجمعيات ده امر مهم برضو، يعني شيء بالشيء يذكر يا حسام. زي ما كان في رغبه من القياده السياسيه باهتمام بالمجتمع المدني، كمان كان في رغبه بالشباب بعد عزوف كبير جدا عن الشباب للمشاركه في المجتمع المدني. ويمكن احنا مرينا بالفتره الاخيره يعني بعض الاحداث اللي فعلا عملت دور مهم جدا للمجتمع المدني والشباب. لو تتذكر معايا جائحه كورونا، ويمكن اللي كان متصدر المشهد ويمكن اللي كان ليه دور حقيقي وفعال في المجتمع كان الشباب وفكره التطوع من خلال الجمعيات الاهليه. وده اللي بيدل ان الجمعيات الاهليه ليها دور مؤثر جدا يا حسام، وفعلا قامت بدور في الفتره اللي فاتت، وده كمان توج بدعم الدوله المصريه ليها. عايز اقول لك انه العمل الاهلي في مصر ما اصبحش مجرد رفاهيه ولا خدمه عاديه، ده اصبح جزء من التكوين اليومي لكل المصريين. وده يبان من وجود جمعيات نسويه، جمعيات بتتكلم عن قضايا المراه، جمعيات بتتكلم عن قضايا الطفوله والامومه، جمعيات بتتكلم عن حقوق الانسان، جمعيات بتتكلم عن كافه الحقوق المتعلقه بكل الامور، جمعيات النهارده بتتكلم في حق المسنين وحق الايتام وحق الاشخاص ذوي الاعاقه. وعايز اقول لكم كمان اللي بيكمل عمل الجمعيات
الجمعيات ده 4 حاجات مهمه منصوص عليها في الماده 214 من الدستور، اللي هي المجالس القوميه. المجلس القومي لو هناخدهم بترتيب انشاء هذه المجالس، شفنا المجلس القومي للمراه من اول المجالس اللي انشات، بعدها المجلس القومي للطفوله والامومه، والمجلس القومي لحقوق الانسان، وحديث العهد في النشأة المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه. عايز اقول لكم كمان في جمعيات متخصصه في حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه. ومش كده وبس، في معلومه مهمه جدا لازم تكون عندكم كمصريين وتبقوا عارفينها، انه عارفين ان في نوع من الجمعيات اسمه جمعيات الدي بي اوز. جمعيات الدي بي اوز دي هي الجمعيات اللي انشأها وشكلها واسسها اشخاص ذوي اعاقه، ونسبه مجلس الامناء او مجلس الاداره جوه الجمعيات دي او المؤسسات دي 50% زائد 1 من ذوي الاعاقه. ده يقول لك كمان ان تطور الفكر المصري والشخصيه المصريه في ايمانها بالمجتمع المدني وصل لاشخاص زي الاشخاص ذوي الاعاقه، وقدروا ان هم يشوفوا ملاذ حقيقي لطلباتهم، ان لا احد يتحدث عنهم، لا شيء عنا بدوننا. هم نفسهم اللي ابتدوا يتكلموا عن احتياجاتهم من خلال جمعيات اهليه موجهه لخدمتهم. طبعا الكلام اللي انت بتقوله مهم جدا، وبرضه هيخليني يستوقفني ان انا اقول لك ان في اراده قويه، وفي الدوله المصريه ما بقاش في فئه مهمشه في ظل الدوله او الجمهوريه الجديده. لان طبعا احنا كلنا عارفين ان الاشخاص ذوي الاعاقه كانوا بيعاني من فتره تهميش برضه كبيره جدا جدا، وكانت الجمعيات اللي موجوده جمعيات محدوده، وكمان كانت القوانين اللي بتحكم هذه الجمعيات كانت صعبه. فاحنا دلوقتي في ظل المجتمع المدني والجمهوريه الجديده ومصر الجديده بقى في فعلا زي ما انت قلت يا حسام جمعيات اللي بتخدم الاشخاص ذوي الاعاقه، وبقوا محطين على اجنده الدوله، موجودين على اجنده الدوله بقوه شديده جدا. ويمكن الجمعيات الاهليه بالذات المتخصصه في مجال الاشخاص ذوي الاعاقه قدرت تعرف احتياجاتهم الحقيقيه. يعني مش احنا عايزين نديهم ايه، ودي كانت مشكله كبيره جدا بتقابل المجتمع المدني الخاص بالاشخاص ذوي الاعاقه، ان احنا اللي بنوفر لهم الخدمه اللي احنا عايزين نديها لهم. فلما بقى في مجتمع مدني حقيقي موجه ومنظم، ويعني بيحكم عمليه المشاكل اللي بتحكم الاشخاص ذوي الاعاقه، لا طبعا ابتدت مشاكل كتيره جدا تتحل للاشخاص ذوي الاعاقه، وخصوصا ان الاعاقات كلها يعني مختلفه، كل اعاقه بيبقى ليها اشكالياتها الخاصه بيها، ليهم احتياجاتهم الخاصه بيها. فكون ان يبقى فيه عمليه قوانين حقيقيه بتخدمهم، جمعيات متخصصه، الاشخاص بتتكلم باسمهم، لا ده في طفره في المجتمع المدني، ده مهم جدا. عايز اقول لك طالما ذكرنا القوانين لازم نبقى عارفين كمان القوانين بيجاورها استراتيجيات. يعني لو احنا بنتكلم، خلينا قبل الاستراتيجيات كمان نوضح حاجه مهمه. احنا كان بالنسبه لقضايا المراه كان عندنا 2017 عام المراه المصريه، وكانت قضايا المراه المصريه موجوده في محط اهتمام الجمعيات الاهليه والمراكز الحقوقيه اللي شغاله مع المراه. شفنا 2016 عام الشباب، وقد كده شفنا الجمعيات الشبابيه والجمعيات اللي قايمه على التطوع في ده، وشفنا في 2018 عام الاشخاص ذوي الاعاقه في هذا الامر. خليني اقول لكم على ذكر اللي قالته بسنت في القوانين، عندنا استراتيجيات، عندنا استراتيجيه تنميه المراه المصريه 2017 2023، عندنا اتفاقيه حقوق الطفل، وعندنا قانون الطفل المصري لو احنا بنتكلم عن ده، عندنا كمان الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان 2022 2026، وعندنا دلوقتي استراتيجيه بتتعمل للاشخاص ذوي الاعاقه 2025 2030. وقبل كل ده عندنا حاجه اسمها اهداف التنميه المستدامه اللي بتحكم عمل الاستراتيجيات والقوانين، واللي الدول كمان بتشتغل على تحقيق معدلات مهمه جدا لتحقيق رفاهيه المواطن المصري على كل المستويات، وده ما بيتمش غير من خلال المجتمع المدني والجمعيات الاهليه. رغم الحاجات الحلوه كتيره جدا جدا اللي بنقولها دي يا حسام، بس ما زالت عندنا مشكله هي قله الوعي بدور المجتمع المدني الحقيقي، الوعي بدور التطوع الحقيقي، الوعي قمه يعني الخدمات الكتيره اللي بيقدمها المجتمع المدني. عشان كده يمكن الحلقه دي هتبان كده للمستمعين ان هي جافه شويه وجديده شويه، بس كان مهم جدا جدا نعرف الناس ان المجتمع المدني مش رفاهيه، ده الشريك الثالث في التنميه الحقيقيه. المجتمع المدني كان ليه دور كبير جدا وقديم جدا، مهم جدا في الفتره اللي جايه ان احنا عشان يبقى في بيئه حاضنه للمجتمع المدني، يبقى في توعيه حقيقيه للمواطن ان انت كل حاجه خير بتقوم بيها هي تندرج تحت اطار المجتمع المدني. انت مهم جدا ان انت تتقل حصلتك عشان كله في الرصيد، عشان ما فيش حاجه بتضيع والخير يزيد يا حسام. وده يقول لك انه في سؤال لازم كل حد فيكم يساله بعد نهايه الحلقه دي، احنا دورنا ايه في المجتمع؟ انا قدمت تطوع ولا قدمت خير، ولا كنت عضو في جمعيه اهليه او مؤسسه اهليه، او ساعدت حد من اخواتي من ذوي الاعاقه، او ده يقول لك ان التنميه مش مسؤوليه حكومه بس، التنميه مسؤوليتنا كلنا. عشان كده كله في الرصيد
الخير مع بعض هيزيد. طب عايزين اسالك سؤال بقى، اخر خير عملته امتى يا حسام؟ النهارده والله، بس يعني خلي الايد اليمين ما تعرفش الخير، الايد الشمال ما تعرفش الخير اللي عملته الايد اليمين. السلوك الطيب عدوى، عايزين دايما يعني نحاسب نفسنا احنا الخير اللي بنعمله قد ايه وفين ورايح لمكانه الحقيقي ولا لا. وعايزه ادعوكم لو في من حوالينا جمعيات كثيره جدا، جمعيات حقيقيه ووطنيه وجمعيات فعلا وسيط امين ما بين المواطن والتبرع اللي بيتبرع بيه، عايزين نتوجه ليها وعايزين دايما نذكر في برنامجنا عشان الخير يزيد، لانه كله في الرصيد. عايزين نقول النماذج المشرفه يا حسام علشان نوجه المواطن لعمل الخير العظيم. خدوا بال حضراتكم من اللحظه دي، كل حد فيكم زي ما بسنت قالت الحصاله، كل حد فيكم خلي عنده حصاله، مش ضروري الحصاله احط فيها فلوس، بس احط فيها الورقه الخير اللي انا عملته النهارده، علشان بالفعل الخير اللي انت بتعمله يكون دافع لاقرانك، لاسرتك، لاولادك. خدوا بالكم كمان النقطه اللي قالتها بسنت دي مهمه جدا، لانه لازم كل اب وكل ام زي ما احنا اتعودنا من اهالينا وكنا بنشوف الطبق الدوار وكنا بنشوف التكافل، كل حد النهارده من اللي موجود ياخد ابنه معاه وهو بيعمل الخير ويعلمه ويساعده علشان خاطر الخير ده يبقى موجود معانا طول سنين حياتنا اللي جايه، علشان خاطر كله في رصيد الخير هيزيد. وسلامات. السلام عليكم.